مرحبا أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا المعلمة ست أسماء، ماموسة أسماء. سوف أحل لكم أسئلة اللغة العربية للدراسة الكردية الدور الأول لسنة 2023-2024. السؤال الأول: التعبير. أجب عن أحد الفرعين الآتيين. أليف. مستعينا بقصة العازف الخفي أجب عن الأسئلة الآتية إجابات وافية. أولا: من هم شخصيات هذه القصة؟ ثانيا: أين تجري أحداث هذه القصة؟ ثالثا: متى تجري أحداث هذه القصة؟ رابعا: من كان العازف الخفي؟ خامسا: أين كانت آلة البيانو؟ سوف نذهب إلى الحل. أولا: من هم شخصيات هذه القصة؟ قصة العازف الخفي: ماريكا، السيد شوبان، الطفل الصغير. أين تجري أحداث هذه القصة؟ في بيت السيد شوبان. ثالثا: متى تجري أحداث هذه القصة؟ بعد منتصف الليل بقليل. رابعا: من كان العازف الخفي؟ الطفل الصغير، ابن السيد شوبان، أو الطفل الصغير، أو فريدريك. كلها صحيحة ماما. خامسا: أين كانت آلة البيانو؟ في غرفة الاستقبال. هذا بالنسبة للتعبير فرع أليف، وهو أجب عن أحد الفرعين، جاوب يان أليف يان باء. هسه نأتي على باء. أعد كتابة الفقرة الآتية من قصة الكوخ المحترق بعد إكمال الفراغات بالتعابير المناسبة من بين القوسين. عندكم جواب ماما بين القوسين تستخدموها للإجابة عن هذه الفقرة: جدول، سفينة، عاصفة، ألقت، عددا من الركاب، الأمواج، ثمار، شاطئ، مرت، يقتات. نبدي هذه يعني التعبير هذا فرع باء نكتبه ماما ونخلي الفراغات بالدفتر مثل ما مكتوب هنا بالأسئلة ونبدي نحله. هبت عاصفة شديدة. هبت عاصفة شديدة. الجواب نأخذه من بين الأقواس. فأغرقت سفينة تحمل عددا من الركاب. أخذت الأمواج تتلاعب بالرجل حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة. مرت عدة أيام. كان الرجل يقتات من ثمار الشجر ويشرب من جدول مياه قريبة. هذه ماما الإجابة عن التعبير، طبعا وعليها 20 درجة أو 20 درجة. هذا جواب أليف وهذا جواب باء. الآن المحفوظات. المحفوظات: اكتب ما لا يقل عن 5 أبيات مما تحفظه من أحد الأشعار الآتية، واذكر اسم الشاعر إن وجد. 5 أبيات يعني 10 أسطر، كل 2 يعادل بيت واحد، يا أغنية يا العمال، مع اسم الشاعر إن وجد. نأتي الآن إلى القواعد. ملاحظة: يجيب المسلمون عن 4 أسئلة من القواعد، وغير المسلمين عن 6 أسئلة. القواعد: ضوابط اللغة. أولا، السؤال الأول: اقرأ العبارة الآتية جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. كسر جلال الغصن الطري عندما حاول الجلوس عليه، فبحث عن غصن أكبر منه وجلس عليه. أولا، استخرج من العبارة جملة فيها فعل وفاعل ومفعول به. كسر جلال الغصن، فعل وفاعل مفعول به. ثانيا، استخرج من العبارة فعلين ماضيين وحولهما إلى المضارع. كسر يكسر، بحث يبحث. ثالثا، استخرج من العبارة ما يدل على الزمان. عبارة تدل على الزمان: عندما حاول، عندما حاول.
السؤال الثاني فرع أليف، حول الجمل الآتية من صيغة الماضي إلى المضارع فالأمر. الماضي أنتم فتحتم النافذة. المضارع أنتم تفتحون النافذة. الأمر افتحوا النافذة. افتحوا النافذة. باء، أعد كتابة المقاطع الآتية على شكل كلمات. هاي ماما أولا مقاطع حروف مقطعة مع الحركات. الجواب هو مصلحتك. مصلحتك أولا. ثانيا هاي أيضا حروف مقطعة. الجواب هو توجيهات. توجيهات. السؤال بعد ماما نأتي على السؤال الثالث فرع أليف، حدد نوع كل جملة من الجمل الآتية، اسمية أو فعلية. أولا تجادل الصديقان خلال الرحلة. أولا فعلية. فعلية. ثانيا كردستان نموذج للسلام والوئام. اسمية. اسمية. ثالثا جرس الباب يرن. جملة اسمية. إذن الجواب هو أولا فعلية، ثانيا اسمية، ثالثا اسمية. السؤال السؤال الثالث فرع باء، ضع حرف العين أو حرف الغين مكان النقط. يقع البرج السياحي غرب بغداد. غرب بغداد. غاء، غين أولية وغين وسطية. غرب بغداد. ثانيا هبت عاصفة شديدة فأغرقت السفينة. عاصفة فأغرقت السفينة. عين عين غين. السؤال الرابع فرع أليف، نون بالنصب الأسماء الآتية. عازف، أنشودة، سماء. الجواب هو عازفا، نستخدم الأليف. أنشودة وسماء حرف التاء المربوطة والهمزة لا نستخدم الأليف، فقط نضع تنوين الفتح. السؤال الرابع فرع باء، هاتي مرادف الكلمات الآتية. روي، اسقي. اسقي. تبهج النظر، تسر النظر. نجني، نقطف. طعام، زاد. السؤال الخامس فرع أليف، أعد تركيب الكلمات الآتية لتحصل على عبارة من عبارات حقوق الإنسان. مهما لون كان الناس بشرتهم متساوون. الجواب هو الناس متساوون مهما كانت لون بشرتهم. الناس متساوون مهما كانت لون بشرتهم. السؤال الخامس فرع باء، رتب الكلمات الآتية على وفق من تسلسل الألف باء. كتاب، حضور، ضمير، صحاب. والجواب هو حضور، صحاب، ضمير، كتاب. حضور، صحاب، ضمير، كتاب. السؤال السادس ماما، املأ الفراغات بأدوات أو بأداة الربط المناسبة. في، لو، أن، ولما. لو علم النجار إنه يبني منزل العمر لما توانى في الإخلاص والاتقان. وهذه كانت أجوبة لأسئلة اللغة العربية للصف السادس الدراسة الكردية الدور الأول لسنة 2023-2024، وأرجو لكم الموفقية جميعا، وأرجو النجاح لتلاميذي الأعزاء والجميع التلاميذ إن شاء الله. همو من سركوتن سباس من ماموستا أسماء.